السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة المهندس للصيانة. النهاردة إن شاء الله هنشرح طريقة ضبط ترموستات الكابينة ثلاجة توشيبا. ده شكل الترموستات وإزاي نظبط الترموستات ده علشان خاطر نحافظ على الأطعمة اللي بتكون موجودة داخل الكابينة لثلاجة توشيبا. ده شكل الترموستات، بيكون هنا فيه أرقام 1 2 3 4 5 6 7. أقل حاجة بتكون 1 وأعلى حاجة بتكون 7. الترموستات ده هو المسؤول عن كمية الهواء اللي بتكون نازلة من فوق لتحت. هنا بيكون الفريزر مثلا، والهواء بينزل من فتحة هنا كده، تمام، عشان خاطر يسقع الحاجة اللي موجودة في الكابينة. هنا بيكون عبارة عن دمبر هواء أو فتحة هواء هنا كده، بنقدر إن احنا نتحكم في كمية الهواء اللي بتكون نازلة علشان خاطر تسقع الحاجة اللي موجودة تحت. طب ايه هي افضل ظبطة للترموستات دي علشان خاطر نحافظ على الاكل؟ لان في ناس كتير بتشتكي ان الاكل بيجمد منها، وده طبعا بيعمل مشكلة للاكل. فاحنا مثلا بنظبطه مثلا على رقم 2 او على رقم 3، ونبدا ان احنا نشوف هل الاكل سقع كويس ولا محتاج ان هو يزداد بروده. ونبدا مثلا لو هو محتاج ان هو يزداد بروده، نبدا ان احنا نعلي الرقم مثلا من 3 ل 4 علشان خاطر كميه الهواء اللي بتكون نازله من فوق تكون اكتر. دي طبعا في فتحات هنا لو خد بالنا، وبرضو في فتحات هنا، وهكذا. دول الفتحات اللي بيوزعوا الهواء داخل الكابينه. انا بقدر من الاكره دي او من الترموستات ده بتحكم في كميه الهواء. طب انا مثلا لو انا عامل الاكره دي على رقم 4 او على رقم 5، وبنلاحظ ان الاكل بيتجمد او الاكل بيكون ساقع زياده عن اللزوم، ببدا ان انا اقلل المستوى بتاع فتحه الهواء او كميه الهواء علشان خاطر البروده تقل معايا شويه، وكمان يعني ايه الاكل ما يحصلوش مشكله. وكمان الحته ديت خاصة في فصل الشتاء الناس بتشتكي منها كتير، إن الأكل بيتجمد بصفة مستمرة. ده علشان خاطر أنا بكون فاتح الأكرة دي أو الترموستات ده للآخر، فالهواء الساقع بيكون نازل كتير جدا، فبيجمد لي الحاجة اللي بتكون تحت. ده طبعا غلط. المفروض إن أنا مثلا بظبطه على رقم 3 أو على رقم 4، وأنتظر يوم وأبدأ إن أنا أشوف هل الأكل ساقع ولا مجمد ولا عايز يسقع شويه. انا بشوف هل مثلا كده مثلا انا بظبط الاكره على رقم 3 وانتظر يوم، وهل اشوف الاكل مناسب سقعيه، ولا ازود كميه الهواء اللي نازله لتحت، ولا اقلل كميه الهواء اللي نازله من فوق. يبقى هي دي الاكره اللي بنقدر نتحكم منها في كميه الهواء اللي بتكون نازله من الفريزر علشان خاطر تسقع لي الحاجه اللي داخل الكابينه. انا بقدر اتحكم فيها. هنا 1 اقل حاجه و7 اعلى حاجه. ويعني ما ينفعش ان انا اجي في الشتاء خاصه اخليها على اعلى حاجه، لا، هو المناسب بتاعنا نخليها مثلا 4، ونبدا ان احنا نشوف هل الاكل ساقع زياده عن اللزوم. لو هو ساقع زياده عن اللزوم، ابدا ان انا اقلل من فتحه الهواء، او لو هو مثلا عايز يعلى كمان شويه ببدا ان انا اعلي كمان شويه. لكن هو في الاغلب والاحيان يعني ما بيعديش رقم 6. ويعني 6 و7 دي بتكون كميه البروده اللي بتكون نازله من فوق كتير جدا، وتجمد لي الحاجه خاصه اثناء فصل الشتاء. لكن لو في الصيف نخليها على رقم 5 مفيش مشكله. هي دي ازاي نظبط ترموستات الكابينه الخاصه بثلاجه وتشيبه. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.